زيزو يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة. تصدر أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الأفضل في مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد مرور 3 مراحل على بداية المسابقة وفقا لموقع سوفا سكور العالمي. وحصل زيزو على 8.75 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي الدوري المصري بعد مرور 3 مراحل على بداية المسابقة. يليه عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية بتقييم 8.13، ثم محمود الزنفولي حرس الحدود في المرتبة الثالثة بتقييم 8.10. كما احتل الفريق الأول بالنادي الأهلي المركز ال67 في أحدث تصنيف صادر لأندية العالم من موقع فوتبول داتا العالمي، محافظا في الوقت ذاته على صدارة قائمة الأندية الإفريقية والمصرية برصيد 1684 نقطة. وتفوق الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي الذي حل ثانيا في قائمة الأندية الإفريقية، بينما جاء بيراميدز في المرتبة ال94 عالميا والثالث أفريقيا والثاني على صعيد الفرق المصرية في تصنيف أندية العالم برصيد 1638 نقطة. كما احتل الزمالك المركز 222 عالميا والثامن أفريقيا خلف أندية الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب، بينما حل في المرتبة الثالثة على صعيد الفرق المصرية في تصنيف أندية العالم خلف نادي الأهلي ونادي بيراميدز برصيد 1540 نقطة. كما يستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقررة لها 6 مساء الاثنين 25 أغسطس الجاري باستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري. وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 عن حصول الأهلي على راحة باي في الجولة الثالثة بالدوري على أن يواجه غزل المحلة بالجولة الرابعة. وعقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، فيما أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي تحضيرا لمواجهة غزل المحلة. وخاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحة تدريبات عديدة قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة. رد على شائعات توقف الحفر في استاد الأهلي، نفى الدكتور سعد الجيوشي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقف أعمال الحفر في مشروع الاستاد الجديد، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي واقع. وقال الجيوشي في تصريحات رسمية: العمل في المشروع يسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد، مشيرا إلى أن جماهير الأهلي لا داعي للقلق، فمشروع القرن يسير بثبات وتتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله. انطباعات الخطيب عن خوسيه ريبيرو. كشف أحمد شوبير انطباعات محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول. وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: الخطيب كان حاضرا لمران الأهلي أمس، وهذه نوع من أنواع الرسائل التي وجهها للمدرب. محمود الخطيب راضي للغاية عن خوسيه ريبيرو. وأضاف أحمد شوبير: محمود الخطيب المشرف على قطاع الكرة بالأهلي لديه استعداد كامل للصبر على خوسيه ريبيرو، لأنه يرى أنه يغير في شخصية الأهلي الكروية. شخصية الأهلي تتغير تماما في الملعب، والأهلي إذا أجاد طريقته الجديدة مع هذا المدرب الأهلي سيكون لديه شكلا مختلفا تماما في الملعب. وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا: لاعبو النادي الأهلي كانوا يستسهلون لعب الكرة في الفترات الماضية عبر إرسال الكرات الطويلة، ولكن هذا الأسلوب يتغير مع ريبيرو. محمد فضل: ما قاله الحكم لمحمد هاني قبل الطرد غير مقبول. علق محمد فضل نجم الأهلي السابق على واقعة طرد محمد هاني خلال مباراة الأهلي مع فاركو والتي انتهت بنتيجة 4-1 للمارد الأحمر. وأوضح فضل أنه استمع لرواية من سيف زاهر منسوبة إلى اللاعب محمد هاني تفيد بأن الحكم محمد معروف قال له أثناء الاعتراض: هطردك أنا عرباوي. وقال فضل: يا جماعة هو في كده في الكورة؟
ممكن في الماتشات يحصل خروج عن السياق، لكن في حدود. مفيش حاجة اسمها كده. يعني ايه عرباوي؟ هل في ماتش حد يكلمني اقول له انا اسكندراني او اتحداوي؟ والد ياسين مرعي يكشف موقف مدافع الاهلي من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز. كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد ياسين مرعي مدافع النادي الاهلي عن اخر تطورات حالة اللاعب وموقفه من المواجهتين المقبلتين ضد غزل المحلة وبيراميدز. وقال مرعي في تصريحات عبر قناة MBC مصر: ياسين مرعي بخير، وكان تعرض لشد بسيط في العضلة، ولكن الأمور تسير على ما يرام. وأضاف: من المحتمل أن يلحق ياسين مرعي بمواجهة بيراميدز، ولكن مباراة غزل المحلة المقبلة سيكون الأمر صعب جدا.